السلام عليكم، ازيكم؟ انا فاطمة ابراهيم. هنعمل النهاردة شيك مشبع جدا وطعمه حلو قوي. مش هيبقى بس للدايت، هو عامة طعمه حلو قوي وبيبقى مغذي جدا للاطفال. يلا بينا نعمله مع بعض وان شاء الله تجربوه، هيعجبكم جدا، هيبقى ادمان. هنجيب نص كوباية شوفان. الشوفان ده انا جايباه مش متحمص، هنديله كده تحميصة حلوة علشان طعمه يبقى كريسبي وحلو. هنحط عليه معلقة كبيرة عسل نحل، ونبدأ نقلبه كده في العسل كويس قوي. الطريقة دي بتخلي ان الشوفان بعد كده يبقى كريسبي وطعمه حلو جدا. ممكن نستعمل نفس الطريقة برضو، نحط منه على سلطة فواكه او شوية زبادي، بيبقى عامة حلو جدا جدا وهو كريسبي كده شوية. بعد ما يختلط كويس بالعسل، هنبدأ ان احنا نفرده في صينية كويس، وهندخله في فرن على درجة حرارة 180. لازم الفرن يبقى هادي جدا علشان الشوفان بيتحرق بسهولة قوي. ونروح بعد كده للخلاط بتاعنا ونحط فيه 2 موزة، او ممكن نستبدل الموز بأي فاكهة احنا عاوزينها. وهنحط عليهم كمان كوباية زبادي. الزبادي ده طبعا خالي الدسم لو هيبقى للدايت، لو للأطفال كامل الدسم. وهنحط برضو كوباية لبن خالي الدسم أو كامل الدسم للأطفال. وهنحط برضو رشة كده فانيليا صغيرة جدا، ومعاها رشة صغيرة من القرفة. القرفة بيديله طعم وريحة فعلا بتبقى رهيبة. وهنحط كمان معلقتين كبار عسل نحل علشان مش هنحط سكر لو للدايت. وبرضو للأطفال يفضل ان احنا نحط عسل نحل، احلى كمان من السكر في الطعم. ونبدأ بقى نشغل عليهم الخلاط لغاية ما يبدأوا يختلطوا، بس مش عايزين برضو ان احنا نخلط الموز قوي، عايزين نسيب فيه كده شوية قطع علشان نحس بطعمه ويبقى حلو. وننزل عليهم بعد كده بالشوفان المتحمص بتاعنا. الشوفان دلوقتي بقى متحمص كده وطعمه حلو وريحته كمان بتبقى حلوة جدا، بس اهم حاجة ان احنا نتابعه كويس قوي في الفرن علشان ما يتحرقش. ونولع عليهم الخلاط حوالي بس كده نص دقيقة، يدوب ياخد ضربة صغيرة جدا، مش عايزين نكسره جامد علشان برضو نحس بالقرمشة بتاعته وبطعمه. بيبقى بقى فعلا في منتهى الجمال ومغذي قوي ومشبع جدا، يعني ناخد منه كوباية صغيرة كده بيشبعنا خالص، بنبقى بقى مش حاسين ان احنا عايزين نفضل نضرب بقى في الشتاء والبرد ده. وبرضه للأطفال، انا ولادي فعلا بيموتوا فيه ومغذي ليهم قوي قوي. جربوه وان شاء الله مش هتبطلوا تعملوه. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب. شكرا.